أستاذ كامل الباشا، نورتني ونورت مصر. منورة بأهلها دايما ربنا وعلى يبارك. طول يا رب. منور فورتي بلس. شكرا. سعيدة جدا 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 إن حضرتك ضيف معانا. آه، اتفرجت على حاجات من شغلك، مش كل شغلك لأنه يمكن معظمه مسرح. آه، بس فخورة بيك حقيقي كممثل عربي. أقول إيه؟ شكرا. وهنعرفك مع بعض دلوقتي كبني آدم. أهم وأحسن برضو. ازيك، عامل ايه؟ الحمد لله أنا كويس يعني. رغم الظروف الصعبة اللي بنعديها، بس يعني بحاول طالما أنا عايش. بحاول أعيش، بحاول أعمل اللي أنا أقدر أعمله، وربنا يجيب اللي فيه الخير. بس اتعلمت ازاي انك تعيش؟ اتعلمت إزاي؟ والله ما أعرفش صراحة، يعني ما فكرتش في الموضوع ده. يعني الطفل اللي يعني اتولد أنا في فلسطين في الظروف اللي فيها فلسطين، طفل فلسطيني عربي عنده قضية مهمة ما بتتحلش في بلده، عاش ازاي وتعلم يعيش ازاي؟ سؤال صعب يعني. وانت عايشة الحاجة ما بتفكريش فيها. يعني أنا اتولدت في الحرب. ذكرياتي الأولى هي ذكريات الحرب. أنا كان عندي 5 سنين في 67، لما دولة الاحتلال الصهيوني احتلت باقي فلسطين. كان عندي 5 سنين، وأول صورة فاكرها في طفولتي هي واحنا خارجين من بيتنا في حي اسمه حي الثوري، ورايحين باتجاه سلوان اللي هي جنب سور البلد القديمة 3 كيلو تقريبا. أنا بجري وعمي ماسك في إيدي، أنا من غير شبشب حافي، وعمي ماسك في إيدي وشايل أخوي الأصغر مني على كتافه. والطيارات طبعا بتقصف، والدبابات والاشتباكات بين الجيش الأردني وقوات الاحتلال حوالين البلد القديمة كنا سامعينها وحاسينها، ودي بداية حياتي. فقيسي على كده لغاية دلوقتي الوضع مازال مستمر. القمع الإسرائيلي، الاحتلال الإسرائيلي، التنغيص علينا، يعني محاولات طول الوقت لتفريغ الأرض من أهلها، وإحنا صامدين هناك وعايشين وبنتأقلم مع كل التغيرات اللي بتحصل كل سنة وكل يوم وكل ساعة. لأن ما عندناش خيار تاني. دي بلدنا وإحنا عايشين فيها وهنفضل عايشين فيها، هنفضل نقاوم بكل الوسائل لغاية ما ربنا يفرجها بقى. المشهد اللي حضرتك حكيتهولي مشهد متكرر لأطفال فلسطينيين كتير جدا. طب المشهد ده يخلق بني آدم عامل ازاي؟ يمكن بيخلق بني آدم مصر على الحياة، مصر انه يعيش، مصر انه يعمل حاجة مفيدة، ومصر انه يتمتع في كل لحظة حتى في لحظات الألم في شكل من أشكال المتعة الغريبة اللي تحسسك ان انت مش راضية في الواقع اللي انت عايشة فيه، وبتقومي وبتخسري احيان كتيرة طبعا، بس لسه ما فقدتيش انسانيتك. لسه جواك بني ادم بيحب وبيناضل وبيقرا وبياكل وبيفرح، يعني بيحاول يعيش حياة طبيعية بين قوسين طبعا. لأي مدى الأجيال الفلسطينية اللي في سن أصغر عارفة القضية الفلسطينية أو ملمة بيها؟ النظام السياسي العالمي بيحارب الشعب الفلسطيني مش بس من خلال وجود العصابات الصهيونية داخل فلسطين. بيحاربنا على مستوى التعليم، بيحاربنا على مستوى الإعلام، بيحاول يمحي أي حاجة لها علاقة فلسطين. وبالتالي المناهج الدراسية دلوقتي بقت حتى في فلسطين مناهج مشوهة ما بتقولش الحقيقة، وبتحاول تغير في الوعي عند الفلسطينيين. احنا لاننا عايشين في الارض، التأثير ده علينا مش كبير كتير. المواجهة اليومية بتخلينا طول الوقت فاكرين ان دي ارضنا وان هي محتلة،
وإن ده استعمار أوروبي حديث. لكن في تأثير إلى حد ما على الأجيال الشابة مختلف عن الأجيال، عن جيلي مثلا. احنا جيلنا تربينا في الفترة بتاعت نهوض القومية العربية، الوحدة العربية، كل الكلام الجميل عن إننا شعب واحد. دلوقتي لا، الوعي الشباب أكتر وعي وطني، بمعنى انتماء للقطر مش انتماء للأمة العربية. في تغيير، ما عرفش لو كان للأحسن ولا للأسوأ، بس هو بفعل الضغط مكانة الإعلام الغربية على الوعي العربي بشكل عام لفرض بشكل أو بآخر قبول حاجة اسمها دولة إسرائيل. نرجع شوية للطفولة. كنت طفل عامل ازاي؟ كنت طفل شقي. لا يبدو عليك هذا خالص. ما انا كنت ما انا اتغيرت شويه. انا كنت اول حفيد في العيله. وجدي الله يرحمه اتجوز، خلف وهو في جيل كبير، يعني لما جاب ابويا كان عنده 40 سنه. فاول حفيد بقى، وعندي 7 عمات سوري، و5 عمام. الله يرحم اللي توفى بقى ويدي الصحة وطولة العمر اللي عايشين. فكلهم كانوا مبوظيني يعني، فاللي انا عايزه كنت باخده. وكان جدي الله يرحمه طول الوقت انا بحجره، انا المدلل، فكنت بعمل اللي انا عايزه. وابويا كان بيضربني طبعا، بس بعيد عن جدي. لما يكون جدي موجود مفيش، يعني انا متربي على العرش. فكنت كمان يعني في فترة الطفولة التانية خلينا نسميها، بعد 6 سنين كنت طفل مؤذي، كنت بضرب أولاد الجيران، تأسف بس دي الحقيقة. وكنت بفتري على اخواتي كمان، باخد مصروفهم، يعني كده حاجات زي دي. فكنت ولد شقي، ما كنتش ولد عاقل وهادي. وخرجت من بيت العيلة كان عندي 15 سنة. عشت البرة، عشت لوحدي وتشردت، عشت الشباب بقى. لا استنى شوية، يعني ايه خرجت من بيت العيلة وانا عندي 15 سنة؟ يعني سبت اهلي ورحت عشت مع اصحابي. سبت البيت، رحت عشت مع اصحابك مع في فلسطين، في نفس البلد، في فلسطين. لكن في بيت تاني، استقليت ببيت مستقل يعني تقريبا استقليت. ليه؟ ايه اللي جه في دماغك خلاك تعمل كده؟ ولا حاجة، ما اعرفش. يمكن ابويا كان قاسي شوية. ما هو انا بديه العذر، يعني انا كنت شقي، فهو كان مضطر يكون قاسي. فكنت كل يوم في علقة. يعني كل يوم اكون ضارب حد في الحتة، او عامل حاجة مضايق والدتي، مضايق اخواتي، فيروح من الشغل يضربني اول حاجة. يعني دي بسم الله الرحمن الرحيم. فلما صار عندي 15 سنة، شاب بقى ومراهق، فمش عايز اعيش الحياة دي، فخرجت بس. ده احكي لي عن التجربة دي. سبت بيتكو، ما انا حكيت لك، حضن مامتك، جدك، بيت العيلة، ورحت تعيش مع اصحابك وانت عندك 15 سنة. يعني لا، جدي كان توفى. جدي توفى وانا عندي 12 سنة الله يرحمه. فيمكن فقدت البادي جارد بتاعي. يمكن عشان كده مش فاكر انا عملت كده ليه، بس فاكر ان انا ما بقيتش قادر استحمل ان والدي يمد ايده عليا ويهني، او ان انا كلمتي ما تمشيش في البيت. انا الكبير لازم كلمتي تمشي، انا بتاع جدي. يمكن ما اعرفش. فقررت تعاقبهم فهسيبكم؟ لا، انا ما كنتش بفكر اعاقبهم، انا كنت بفكر في حريتي. انا عايز اكون حر، عايز اعمل اللي انا عايزه، اروح البيت الساعه 1 بالليل، الساعه 2 بالليل، ما حدش له دعوه بيا. يعني حاله من حالات التمرد المراهقين اللي كتير ناس بتعديها في بيت اهلها، وناس ثانيه بتعديها بره. انا عديتها بره بقى. التجربه دي سابت جواك ايه؟ ما اعرفش، يمكن الاعتماد على الذات. يعني اتعلمت اطبخ، اتعلمت اكل نفسي، اجهز هدومي، اعيش مستقل الى حد كبير، اشتغل طول الوقت. انا بشتغل من عندي 10 سنين تقريبا. يعني يمكن علمتني اعتمد على نفسي اكتر.
وشوية يعني في فترة، خلينا أقول فترة الشباب، علمتني القسوة، إن أنا أكون قاسي على أهلي، على إخواتي، على كانوا بيخافوا مني جدا. مش العكس؟ وده اتغير بعدين يعني. مش لا. المفروض لما انا اتعرض للقسوة من والدي او والدتي ده يطلع مني اخ حنين، اب حنين؟ والله يعني اخواتي بيقولوا عليا طول عمري حنين، حتى لما كنت بضربهم يعني ان انا حنين. بس لا، هو احيانا بيكون رد الفعل عكسي، يعني مش بالضرورة يكون بالاتجاه اللي حضرتك قلت عليه. انا معايا كان عكسي. م- ما كنتش بشتاق لاهلي حتى يعني، لغاية ما بقى عندي يمكن 22 23 سنة. يمكن فترة السجن كمان غيرت فيا، أثرت عليا، وخرجت بني آدم تاني مختلف كليا. كل الشقاوة وكل المشاكل اللي كنت بعملها راحت، وابتديت أستقر، ويعني الحمد لله غيرت شخصيتي كليا. قولي، لو في اب دلوقتي وعنده ابن مراهق وابنه شقي شوية زي ما حضرتك كنت شقي شوية، وهو الطريقة اللي هو فاهم انه بيربي بيها ابنه هو انه يكون قاسي عليه، فبيضربه بيعنفه بيعاقبه لانه شايف انه بيغلط وانه ده ابني وانا محتاج انه يبقى راجل، فبالتالي محتاج اقسو عليه. من تجربتك الشخصية شايف هو ده حقيقي بيطلعه راجل وبيطلعه قوي؟ لا، ده بيطلعه مع مشاكل كتير جواه، ما بتسيبوش. انا لغاية دلوقتي عندي مشاكل مع نفسي، بحاول احلها بس لسه موجودة. احسن طريقة حسب رأيي للتربية، واللي انا كمان حاولت اعمله مع بناتي، هي انك تصاحبيهم، يبقوا قريبين منك، يتكلموا عن احاسيسهم مشاعرهم. لما بيعملوا حاجة غلط تحاولي تفهمي بيعملوها ليه، ايه رأيهم، ليه عملوا كده. دايما بيكون في سبب، يعني الطفل او الشاب ما بيعملش حاجة من غير سبب. فلو الاب او الام فهموا، اكيد هيتعاملوا بطريقة مختلفة. انما العنف والقمع طول الوقت بيسيب بيسيب جوه البني ادم حاجات بتفضل مترسبة بياخدها معاه، يمكن للموت، الله اعلم، بس هي موجودة لسه. قولي تجربة السجن. فاكر اليوم اللي سجنت فيه؟ طبعا. احكيهولي مش كده. ممكن انساه. انا كنت يومها بايت عند جدتي، وجدتي كانت ساكنة في مكان بعيد عن بيت اهلي. وعادة في الاعتقال بيجوا وش الصبح، فراحوا لابويا في بيت اهلي وجابوا ابويا معاهم. انا كنت نايم، صحيت من النوم لقيت البواريد، اسمها ايه دي، البنادق في دماغي. فابتديت الرجفة. كان عندك كام سنة؟ كان عندي 21 سنة، 22 21. فابتديت ارتجف، خايف طبعا، في ايه. فابويا قال لي قوم جايين ياخدوك، يلا قوم اتحرك البس. فلبست هدومي وحطوني في العربية. طبعا غموا عينيا وكتفوا ايديا، حطوني في العربية. وبعدين خدوني عند ضابط شرطة، قال لي انت معتقل ومتهم بالارهاب وكلام زي ده، وهتروح التحقيق دلوقتي. وبعدها حولوني للزنازين، وابتدى التحقيق والتعذيب والحكايات اللي كل الناس بتعرفها، موجودة في كل السجون للأسف. تقريبا 30 يوم تحقيق، وبعد كده محكمة وسجن وكل الحاجات الحلوة
اللي بيعديها كل فلسطيني تقريبا. يعني ايه اللي قابلته جوه السجن؟ ايه اللي شفته جوه السجن؟ جوه السجن شفت حاجتين، شفت الوجه الحقيقي للاحتلال، وشفت الوجه الحقيقي للثورة الفلسطينية. احنا في السجن السجناء السياسيين بيكونوا مع بعض، فالسجن هو عبارة عن جامعة. يعني في برنامج من ساعة ما تصحى الصبح لغاية ما تنامي، في دروس، في محاضرات، في رياضة، في نظام، كل واحد بيعمل حاجة جوه السجن. الناس مسؤولة عن الأكل، الناس مسؤولة عن النظافة، وده شفتات بتتبدل، وبتحس انك في جامعة من نوع مختلف، وبتتعلمي حاجات كتير. انا اتعلمت حاجات كتير يعني عن نفسي وعن بلدي، تاريخ الثورة الفلسطينية، تاريخ الحركات الصهيونية واحتلالها لفلسطين. كل ده اتعلمته في السجن. يعني برا السجن ما كنت اعرف حاجات بسيطة يعني. مين الشخصية اللي قابلتها جوه السجن وقت سجنك او سابت اثر فيك لغاية دلوقتي؟ الله يرحمه الشهيد عمر القاسم. عمر القاسم كان محكوم 415 سنة، وهو كان داخل في عملية مسلحة على الحدود الأردنية طبعا، وحصل اشتباك مسلح بينه المجموعة بتاعته وبين الجيش الإسرائيلي، وقتل كم واحد وتم اعتقاله طبعا. واستشهد جوه السجن طبعا. بعد أنا ما خرجت بكام سنة. كان شخصية، هو قيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وكان بني آدم يعني سكر. يعني تحسي إن ده أكتر إنسان حر في العالم جوه السجن، وكان واحد من المسؤولين عن السجون كلها، وكان بمثابة أب وأخ وصديق وكل حاجة. الله يرحمه. الله يرحمه. ايه الحاجات اللي اتعلمها كامل باشا عن نفسه وهو مسجون وفضلت مكملة معاه؟ حاجات كتير. تعلمت الصبر، تعلمت ان انا مش صح طول الوقت، تعلمت ان في حاجة اكبر من كامل اسمها فلسطين، في حاجة اهم من كامل اسمها فلسطين، وفي مجتمع انا جزء منه متنوع بالفكر، بالثقافة، بالدين، وانا منتمي لكل جزء فيه. كل جزء فيه في مني جوايا حاجة. تعلمت الصبر، تعلمت الى حد ما النظام. انا لسه فوضاجي شوية، بس قبل السجن غير بعد السجن، واظن ده كفاية. احكي لي عن اليوم اللي خرجت فيه من السجن. يوم فرح. الحقيقة مش فاكر تفاصيل كتير، بس فاكر ان اهلي استقبلوني طبعا برا السجن وخدوني على البيت. كانوا ساكنين في بيت جديد انا ما اعرفوش لسه، كانوا بانيين بيت وساكنين فيه، وحسيت كل حاجة غريبة. يعني الشوارع غريبة، الناس غريبة، حسيت بغربة. وخد معايا شوية وقت، يعني مش كتير، يمكن شهر أو شهرين، لغاية ما ابتديت أخرج من البيت ورجعت أمارس حياتي بين قوسين الطبيعية والمختلفة. يعني هو ده اللي أنا فاكره دلوقتي. امتى عرفت ان انا هشتغل في الفن او هشتغل في التمثيل، او انا موهوب في الحتة دي، او انا عايزة اروح للحتة دي؟ كنت صغير قوي يعني انا ابتديت تمثيل في بيت جدي الله يرحمه. احنا عندنا بيت جدي بيت قديم، في الحيط عريض قوي، يعني حوالي 120 سنتي،
فالشباك هو عبارة عن مسرح عليه ستارة. اه. فكنت بطلع على الشباك وبفتح الستارة وبعمل مشاهد من مسلسل كان اسمه مقالب غوار، مسلسل سوري كان دريد لحام ونهاد قلعي الله يرحمه. وكنت عشان انا بلبس نظارة، وكان جدي عنده طربوش، فكنت بلبس الطربوش وبقلد شخصية غوار الطوشي، والناس بتضحك، اهلي جيران. فمن هناك انا ابتديت امثل. بعدين في المدرسة طبعا في الاعدادية كنت عامل فرقة تمثيل في المدرسة، وكنا بنتدرب بعد الدوام، بنعمل بروفات وما قدمناش حاجة طبعا، بس كنا بنتدرب تقريبا يوم. وكان وقتها لو انا مش غلطان كانت مدرسة المشاغبين عاملة ترند في كل العالم طبعا. في كل العالم العربي طبعا. فكنا بنقلد سعيد صالح وعادل إمام وأحمد زكي الله يرحمه، سعيد صالح كمان، كلهم أغلبهم الله يرحمهم بقى ويدي الصحة وطولة العمر اللي عايشين. وبعد كده أنا سافرت بغداد علشان أدرس مسرح، يعني دراستي كانت مسرح تمثيل وإخراج فمبكر جدا كنت بكذب كتير كمان في حياتي الشخصية عشان أهرب من الحاجات اللي أنا بعملها. فده كمان شكل من أشكال التمثيل إلى حد ما. يعني عرفت إن أنت ممثل موهوب عشان كنت بتكذب؟ لا، أنا كنت يعني يمكن ما كنتش بميز بين الحقيقة وبين الوهم، يمكن. بس هي بتحصل مع الممثل أحيانا. بتحصل بيتوه، ما بيعرفش الفرق بين الاثنين. أحيانا بتحصل. اللي حواليه يعرفوا يستوعبوا ده، يعرفوا يفهموه. مش كل الناس، يعني في ناس بتستوعب وبتديه العذر، وفي ناس لا بتاخد منه موقف، وده طبيعي يعني ده وانت بتختار شريكة حياتك كنت فاهم ان انا بختار شريكة حياة لازم تبقى قادرة تفهم كامل الباشا، اللي ممكن يتوه شوية ويرجع شوية، او شوية ممكن يتلخبط بين الوهم والحقيقة، بين التمثيل والحقيقة. الواحد لما هو الواحد اولا حسب رأيي ما بيختارش شريكة حياته، هو بيتدبس في شريكة حياته وهي بتتدبس فيه. يعني هي حاجة من عند ربنا. يعني أنا اتعرفت على زوجتي كان عندي 31 سنة، واتجوزت كان عندي 35 سنة. يعني ما خدتش قرار لما شفتها قلت دي أنا هتجوزها وخلاص. لا، أنا شفتها حبيتها، وبعدين الحكاية اتطورت لوحدها لغاية ما لقينا نفسنا متجوزين. يعني ما فكرتش حتى انا هتجوز ازاي، ما كانش عندي فلوس، يعني حتى على مستوى دبلة الفرح خدت تمنها من جدتي الله يرحمها. خلاص لقينا نفسنا متجوزين واحنا عايشين مع بعض، والحياة استمرت. يعني ما كانش في تخطيط او تفكير انا هتجوز ولا مش هتجوز. بالعكس، يعني قبل ما اتعرف على ريم كنت شايل فكرة الجواز من دماغي خالص. يعني انا الفكرة ابتدت كان عندي 18 سنة، كنت بحب بنت الجيران كالعادة، وقلت لأمي روحي اخطبيها. فأمي طبعا ضحكت عليا يعني طبعا. والبنت اتجوزت وانا خلاص شلت الحكايه من دماغي، مش لا عايز اتجوز ولا. دي قصه متكرره مع كل شاب. وشغل المسرح كمان والفن بشكل عام بيخليكي ما عندكيش وقت للحكايات دي، الحكايات الغرام والحب والكذا، لغايه ما تيجي اللحظه اللي ربنا بيبعت شريكتك او شريكك وخلاص. يعني الامور بتمشي الحمد لله. اتجوزتوا وخلفتوا ولادكم وبقالكوا شوية حلوين مع بعض الحمد لله. شوية كتير. بتمشي الدنيا ازاي؟ يعني انا محظوظ، هي كمان فنانة، زوجتي مغنية وممثلة درجة اولى يعني. فهي فاهمة شغلي وانا فاهم شغلها. ولما كان البنات صغيرين كان عندنا قرار ان احنا ما نسيبش عيالنا عند حد،
فيا هي موجودة أو أنا موجود، هي مسافرة أنا موجود، أنا مسافر هي موجودة. والحمد لله ربنا عنا، ودلوقتي بناتنا كل واحدة في حياتها وكل واحدة في مستقبلها، قدرنا نربيهم زي على قد ما نقدر، ويعني حلوين. ابو البنات عندك 3 بنات. لا احكي لي عنهم شويه. حلوين البنات طبعا جميلين طبعا. الحمد لله. منى الكبيرة هي كمان ممثلة وسايكولوجيست، يعني درس علم نفس ومعالجة نفسية. جابت لي أول حفيد السنة دي. ما شاء الله. بفكرك بجدك، بعلاقتك انت وجدك؟ فكرني بجدي قوي، لما بشوفه بفتكر حاجات كنت بعملها مع جدي، واقول بس يكبر هعمل معاه، بس مش هدلعه كتير يعني، مش هتدخل في تربيته، هسيب بنتي وجوزها يعملوا اللي هم عايزينه، بس يعني مش عارف هعمل كده ولا لا. مش هتعمل. ومريم التانية كمان ممثلة و ذكية جدا ما شاء الله عنها، ومنتجة كمان دلوقتي بقت تنتج سينما. الصغيرة مروة في ألمانيا بتدرس فيزياء، ومش عايزة يكون ليها دعوة في أي حاجة اسمها فن، بس عندها باند موسيقى، بتغني بتألف أغاني كجزء أو كحاجة هي بتسلي نفسها فيها. وبحبهم بيوحشوني جدا، وقصرت معاهم طول عمري تقريبا لغاية ما حصلت الكورونا. في الكورونا تعرفت عليهم كويس، قربت منهم أكتر، اعتذرت لهم عن التقصير قبل كده، وبحاول أقرب منهم أكتر وأكتر، أفهمهم أكتر رغم الخلافات اللي بيني وبينهم، وده طبيعي، وربنا يحميهم. قولي لما جيت تعتذر لهم هم قالوا لك ايه؟ هم ضحكوا. يعني انت بتقولي يعني احنا كنا معاك في المسرح، وكنا معاك في شغلك، وكنا مع ماما وتعلمنا حاجات كتير، يعني لا انا كنت اب حنون يعني، بس كان وقت كتير بكون بعيد عنهم، او مسافر او في المسرح بشتغل او بكتب. حتى لما اكون بكتب في البيت ما كنتش يعني، كنت بنام في النهار وبسهر في الليل عشان الهدوء، عشان اكتب بهدوء، فكنت بعيد يعني. بتقولي برغم الخلافات اللي بيننا، ايه الخلافات؟ بتختلفوا على ايه؟ الخلافات اللي بين الاجيال يعني، احنا جيل وهم جيل طبعا. خلافات في وجهات النظر، ايه لازم نعمل، نتصرف ازاي في مواقف معينة، في العلاقات الشخصية بتاعت كل واحدة فيهم كمان يعني. بتحس انه جيلهم مختلف قد ايه عن جيلك؟ مختلف جدا يعني. احنا زي ما قلت لك تربينا فترة نهوض القومية العربية، وكانت فترة زخمة في المفكرين والسياسيين والقيادات على مستوى كل العالم العربي، وحتى خارج العالم العربي كمان. كان في أسماء كبيرة كنا بنسمعها وبنتابعها. هم دلوقتي الجيل بتاعهم مفيش للأسف يعني، يمكن لحسن الحظ كمان مفيش النموذج اللي هم بين قوسين يقتدوا بيه او يتابعوا خطاباته، مثلا زي ما كنا بنتابع خطابات عبد الناصر، او يتابعوا كتاباته زي نجيب محفوظ مثلا. يعني اكيد في كتاب وفي ناس جيلنا ما يعرفهاش دلوقتي، بس ما بحسش ان عندهم الغناء الثقافي اللي كان موجود في فترتنا. بس احنا بالنتيجة انهزمنا يعني، مين الصح انا مش عارف، بس هو ده مختلف.
يعني بس انهزمنا بمعنى ايه؟ خسرنا، انهزمنا بكل المعاني. احنا ثقافيا في مستوى متأخر جدا عن العالم، تكنولوجيا متأخرين عن العالم، حضاريا متأخرين عن العالم. العالم قدامنا في 50-60 سنة. وده يعني معرفش مين بيتحمل مسؤوليته، بس احنا كجيل، انا شخصيا بتحمل مسؤولية كبيرة. كان ممكن اعمل ايه وما عملتوش معرفش، بس انا شايف النتيجة. غزة اتدمرت، اغلب الدول العربية اتدمرت، الناس مش قادرة تتفاهم مع بعضها، عنف في كل مكان تقريبا. دولة الاستعمار الأوروبية الموجودة في فلسطين بتتصرف ببلطجة يعني، ولا حد مالي عنها، ولا حتى أمريكا يعني تعمل اللي هي عايزة. فما اعرفش يعني، احنا أكيد بنتحمل مسؤولية، بس كان ممكن نعمل ايه وما عملناهوش ما اعرفش الصراحة. بحاول دلوقتي ان انا يكون وعي اوسع من المساحة الضيقة بتاعت فلسطين والوطن العربي، وبحاول اثر من خلال شغلي باختياراتي، اثر في الجيل اللي موجود دلوقتي واللي بيتابع الحاجات اللي احنا بنعملها سواء بالسينما او بالتلفزيون، اننا نقدم فعلا يعني مواضيع بتهم الناس وبتغير في وعيها وفي طريقة تفكيرها وفي تقبلها لبعض وفي احترامها لبعض وتقبل الاختلاف. على الله يعني، على الله يكون ده بيفتح طريق احسن للمستقبل. بتختار ازاي شغلك؟ بختار يعني اي سيناريو بيوصلني لما بقراه، سؤالي لنفسي ده بيقول حاجة، ده هيفيد الناس، هينبه الناس لحاجات هي ما بتتكلمش عنها كتير او مش واخدة بالها منها. كمان هل ده مسلي؟ لان لو ما كانش مسلي الناس مش هتقبله، طبعا. مسلي مش بمعنى هايف او تافه لا سمح الله، لا، مسلي يعني مبني دراميا بشكل اللي يخلي الناس تتابع من اول الفيلم لاخره، او من اول المسلسل لاخر المسلسل. في حاجات بتشبه الناس ولا لا؟ احنا صادقين في اللي بنقوله ولا بنكذب على الناس؟ ده من ناحية السيناريو. من ناحية بعد كده مين المخرج؟ المخرج ده عنده رؤية، فاهم اللي هو بيعمله، عنده اسمها ايه دي، عنده مقولة في الحياة عايز يقولها، موقفه ايه، هل ده متوافق مع اللي انا بفكر فيه؟ وبعد كده خلاص بندخل وبنشتغل وبنعمل اللي احنا بنقدر نعمله وبنستنى نتيجة بقى. طب مش ده بيخلي الاختيارات بتبقى محدودة شوية؟ بس ده منجي. بمعنى ان انت كفنانة بتفضلي محافظة على البرستيج بتاعك، وده مهم جدا لان ده بيعكس علاقتك في الناس، وعلاقتك في الناس هي اللي بتخلي الناس عايزة تتابع انت فين، انت بتعملي ايه. في الفنان بتهيألي لو فقد احترام الناس مش هيشتغل، او احسن ما يشتغلش يعني. فده بحاول انا طول الوقت ان انا احافظ عليه، وبحاول اكون صادق لابعد الحدود. وده ما بيعنيش ان انا لازم اكون في توافق تام مع الفيلم اللي انا بشتغل فيه. يعني انا ممكن اشتغل في فيلم انا مش متفق معاه من ناحية الطرح، بس هو بيطرح وجهة نظر مختلفة عن وجهة نظري، بس بيطرحها بصدق وبعمق وبيصير نقاش، فما فيش مانع ان انا اشتغل فيها. حصلت لك في عمل اشتغلته قبل كده؟ طبعا اكتر من عمل، يعني خصوصا في الافلام القصيرة. كان في فيلمين انا
مش متوافق مع الطرح بتاعهم، بس طرح مقنع، وجهة نظر مختلفة عن وجهة نظري، وعمل محترم، فليه ما اكونش فيه. بتحب تشتغل مع مين من الفنانين المصريين؟ انا بحب اشتغل مع كل الناس لو كان السيناريو كويس والمخرج كويس. اهم حاجة عندك السيناريو، الورق؟ الورق والمخرج. لان لو المخرج ما كانش عنده شخصية تضبط الممثلين، خصوصا في مكان اللي فيه نجوم وفي ناس بتتدخل في تفاصيل وبتغير على مزاجها، والحاجات اللي انا بسمعها انا ما شفتهاش لغاية دلوقتي الحمد لله. كل تجاربي كانت مع ناس يعني ليها وزنها. مش بقلل من قدر الناس تانيين، بس انا بتكلم عن تجربتي الخاصة، والحمد لله رب العالمين. يعني انا من الناجين لغاية دلوقتي. قول لي، اخدت عدد كبير من الجوائز، الحمد لله. اول جايزة واخر جايزة وفي النص بين الجايزتين، كامل الباشا اللي اخد اول جايزة وكامل الباشا اللي اخد اخر جايزة، ايه المختلف بينهم؟ بين وانت طالع على المسرح بتاخد اول جايزة في حياتك، وبين وانت طالع على المسرح بتاخد اخر جايزة اخدتها. احنا بنتكلم عن السينما دلوقتي، يعني انا في المسرح خدت جوائز كتير كمان. بس لما نتكلم عن السينما الجوائز بتاعت السينما فيها اكسبوجر اكتر، يعني طبعا. فيها يعني طبعا. الناس بتعرفك اكتر، لان ده طبعا. فيلم سينما سوري مهرجان وحاجات زي كده. الفرق يمكن يعني انا السنه دي خدت جايزه احسن ممثل في مهرجان في اوروبا للمسلسلات التلفزيونيه، وبقارن الاحساس بتاعي مع لما خدت جايزه فينيسيا في 2017. كانت اول جايزه في مهرجان دولي، في اول فيلم انا بشترك فيه على مستوى مهني محترف. فكان وممثل عربي ممثل عربي، اول عربي بياخد الجايزة دي كمان. كان في يعني لما كلمني زياد وقال لي انت خدت الجايزة، ما قدرتش اصمت طولي، يعني على طول قعدت قلت له ما انا ما بحبش الهزار ده، يعني ما تهزرش معايا كده. فقال لي لا انت اخدتها. وخلال 24 ساعة كنت في فينيسيا باخد الجايزة، توتر عالي وانشداد كده، واحساس بخطورة المكان اللي انا بقيت فيه دلوقتي. انا بقيت في مكان خطر. وبعدها السيناريوهات ابتدت تيجي من كل العالم، افلام امريكية، افلام اوروبية، افلام عربية، حاجات يعني حاجة ما ببالغش لما بقول انا قعدت سنتين اقرا سيناريوهات. والفترة دي عدت طبعا، اخترت شوية حاجات بسيطة، ما عملتش حاجات كبيرة. عدت الفترة دي، الموجة دي الحمد لله عدت، قدرت اتغلب على كل الاغراءات اللي اتعرضت عليا. وبعدين الوضع بقى مستقر، الافلام القصيرة، مسلسلات في مصر هنا كمان، وفي فلسطين وفي الأردن. لما جت جايزة 2024 أنا كنت مستقر أكتر. فرحت بالجايزة طبعا، لأني كمان ما كنتش متوقعها. كان مسلسل استرالي كمان، دور باللغة الإنجليزية كمان. بس ما كانش فيه البهجة بتاعة الجايزة الأولى. كان في فرح، كان في امتنان وسعادة، وكل جايزة هي بتزيد إحساسي بالمسؤولية، وبتزيد إحساسي بأن أنا في مكان خطر، ولازم أخد بالي، ولازم اختياراتي تكون دقيقة جدا. ومهما عملت ومهما حاولت أعيش كفنان، أنا في الآخر وفي الأول فنان فلسطيني. طبعا. عليا مسؤولية. أنا بعكس صورة شعب بقاله 100 سنة بيناضل،
فلازم احترم نفسي واحترم تضحيات ونضالات الشعب ده، ولازم تكون اختياراتي دقيقة. ده بيخسرني شغل طبعا، بس الحمد لله قادر احافظ على نفسي لغاية دلوقتي، وقادر اكمل المشوار ان شاء الله. المواطن الفلسطيني مش بس كامل الباشا، المواطن الفلسطيني مش بس الممثل او الانسان، حس بايه وهو طالع بياخد جايزة دولية مهمة زي دي؟ بكلمك عن اول جايزة. بحاول افتكر كنت حاسس بايه. انا قلت لك التوتر ده والقلق والفرح. يمكن انا مهتمة تعرفة اعرف الجزء بتاع المواطن الفلسطيني اللي حاسس انه بياخد جايزة، هو فاهم كويس انه ده انا ممثل فلسطيني. مش عارف اقول ايه الصراحة، مش عارف اجاوب على السؤال. حسيت لان من شوية قلت لي انه يمكن جيلي قصر شوية، يمكن جيلي ما كان المفروض في حاجات يعملها وما عملهاش. ما حسيتش ان الجايزة دي منها حاجة بتعملها لفلسطين؟ ما هداش جواك فكرة انه يمكن قصرت شوية، يمكن الجيل ده قصر شوية؟ لا، لان يعني صح احنا على مستوى السينما الفلسطينية واصلة مكان كويس قوي في العالم، بس احنا على المستوى السياسي وعلى ارض الواقع احنا وضعنا سيء جدا. يعني الفرح اللي عملته الجايزة داخل فلسطين، الفرح في وسط عيلتي، وسط اهلي، وسط الناس اللي حواليا، الناس اللي بتعرفني، الناس بتشتغل مسرح، كانت حاجة زي اللي بيكسب في كأس العالم. يعني كانت زي فرح في فلسطين كلها. بس لا، انا ما حسيتش كده. انا ما حسيتش ان دي بتعوض. حسيت ان دي مسؤولية اكتر، مسؤولية اكتر. بس ما بتعوضش عن التقصير. يعني مش لاقي كلمة غير التقصير. يعني أنا مش عايز أحمل القيادات السياسية مسؤولية كل الأخطاء بتاعت الشعب الفلسطيني. هم بتحملوا جزء وإحنا بنتحمل جزء. بس لا يعني ولا جايزة في العالم بتعوض عن طفل استشهد ولا حاجة. لما بتسمع كلمة الوطن، يعني حد بيقول الوطن، ايه اول حاجة بتيجي ببالك؟ ايه اللي بتحسه؟ الحب طبعا، الانتماء، الحب، الرابط القوي ده في فلسطين، في القدس، في المسجد الأقصى، في كنيسة القيامة، في الناس اللي هناك. ده الوطن بالنسبة لي. يعني احكي لي عن الشاب الفلسطيني كامل الباشا، الشاب الفلسطيني، او خدني معاك للشباب الفلسطيني بيقضي وقته ازاي، بيعمل ايه؟ بلد فيها حرب طول الوقت، بلد ممكن يحصل فيها اعتقالات طول الوقت، خصوصا في سن الشباب. فهو اكيد الحالة اللي بيعيشها الشباب في السن ده في فلسطين مختلفة عن اي حتة في العالم. يعني هي مختلفة في حاجات وبتشبهها في حاجات. يعني في الأول في الآخر احنا بشر بني آدمين. يعني لينا حياتنا ولينا بيوتنا وأهلنا ومدارسنا وجامعاتنا الجزء ده الجزء الطبيعي العادي. الجزء المختلف هو الجزء اللي ليه علاقة بالنضال الفلسطيني. يعني احنا عندنا قبل الحرب الأخيرة دي طبيعة الحياة في فلسطين في أيام معينة اللي هي أيام تظاهر. يعني الناس طلاب بيخرجوا من المدرسة، بينزلوا على الشوارع، بيتظاهروا ضد الاحتلال، مواجهات بالحجار في أحيانا بيكون في مواجهات مسلحة كمان بين الجيش وبين المناضلين الفلسطينيين.
إيه، جزء من الشباب بيكونوا جزء من المواجهات دي، وبقيت يعني هي مش 24 ساعة نضال نضال نضال، يعني في بروح المدرسة الصبح، من الشقة برضو، أنا عارف، بنروح السيما، بنروح المسرح، عندنا الأفراح، ولو في حد مات بنروح العزا كمان. يعني نعيش حياة وجهين، يعني الوجه النضالي خلينا نسميه، واللي هو ليه علاقة بالمواجهات مع الاحتلال، والوجه العادي اللي بيعيشه أي شاب في أي مكان تاني في العالم. يمكن احنا مشحونين أكتر في الغضب، لأن مواجهتنا تقريبا يومية، يعني خصوصا في القدس، مش بس في القدس، يعني في كل الضفة الغربية، وحتى في 48 عدونا قدامنا، وما يعني بكل وقاحة بيقول لنا طول الوقت أنا حمحيكم أنا حمحيكم أنا حمحيكم أنا حمحيكم بكل تصرفاته. فده بيولد غضب جوانا، ويمكن بيعمل توترات، وبيخلينا نشتبك مع بعض أكتر. الحوارات والنقاشات أحيانا كتير بتوصل لحد ان احنا نضرب بعض. يعني يعني احيانا، يعني بلاش ابالغ، بس يعني في غضب اكتر عند الشباب الفلسطيني، ويمكن ده بنشوفه كمان لما بنخرج خارج فلسطين، بيبقى صوتنا عالي شوية، بنحتد بسرعة، اي لمسة لحد بيتكلم على فلسطين تلاقينا استنفرنا كده، عايزين نرد، عايزين ندافع. يعني دي حياتنا، وده احنا. قولي، في الثلاثينات ايه الصفات اللي كانت موجودة عندك في الثلاثينات اخدتها ورحت بيها لفترة الاربعينات؟ الثلاثينات كان في حاجة مفصلية حصلت في حياتي. كان في مسرحية أنا عملتها اسمها قضية المدعوسين، أخرجها زميل الله يرحمه اسمه يعقوب إسماعيل. المسرحية دي بتتكلم عن إنسان زهق من الحياة، وبيبعت مكتوب للسلطات، بيطلب يبعتوا له حد يغتاله. فطبعا السلطات تبعت له حد يغتاله بناء على طلبه. يا سلام. فلما بيتواجه مع الحد ده بيبتدي يكتشف قد ايه الحياة مهمة بالنسبة له، وقد ايه مهم انه هو يفضل عايش، مهم انه يفضل يقاوم، مهم انه يتمسك بالحياة، يحب الحياة اكتر. وفي نهاية المسرحية هو بيقتل اللي جاي يقتله، يعني بيتحول من حد عايز يتعدم لقاتل. شوف المفارقة. المسرحية دي أثرت فيها كتير. أنا قبل المسرحية دي كنت إنسان راديكالي، يعني أنا صح وكل العالم غلط، أي حد ضدي هو غلط. بعد المسرحية دي أنا فهمت إن أنا صح، والعالم برضو صح، الناس التانية برضو صح. كل واحد من وجهة نظره هو شايف الصح بطريقة مختلفة عن أنا شايف الصح إزاي. الحكاية دي أو الحاجة دي أنا حملتها معايا وغيرت كتير في أسلوب حياتي. ويمكن كمان هي المرحلة اللي تعرفت فيها على ريم كمان، وقدرت أتقبل إن أنا أهجر العزوبية والحرية اللي أنا كنت عايشها، وألزم نفسي في بيت وأسرة وإلى آخره. قولي، لما بتتخانقوا انتوا وريم بتتخانقوا ازاي؟ عادي زي بقية الناس، يعني نتخانق على حاجات تافهة يعني. بتعرفوا تفضوا الخناقة؟
مش بسرعة يعني، بياخد وقت، بس بنفض لها بالاخر يعني لان اهم حاجة اتفقنا عليها ان مفيش، اول ما اتجوزنا مفيش حاجة اسمها انفصال. خلاص احنا مع بعض لغاية ما واحد فينا يموت او نموت احنا الاتنين او ربنا ياخد امانته. احيانا انا بخرج من البيت، احيانا هي بتخرج من البيت، احيانا يعني زي كل الناس يعني. تفتكر العيشة مع شخص واحد في نفس البيت، بينام معاك في نفس السرير، بيقعد في نفس الكنبة بتاعتك، ممكن ياخد من مساحتك الشخصية، إيه اللي ممكن تبقى محتاجاه الشراكة دي عشان تكمل؟ تنازل. التنازل. طبعا تنازل من الطرفين، تنازل، الصبر، التفهم، يعني كل الحاجات الإيجابية اللي ممكن الواحد يقولها. يعني بداية العلاقة الزوجية بتبقى كله مبسوط وكله فرحان وكذا، وبعد كده خلاص يعني بتتحول لحياة عادي، حياة مش روتينية، بس يعني بتبقى دي حياتك. ففي حاجات لازم الراجل يتنازل عنها، وحاجات لازم الست تتنازل عنها عشان الحياة تمشي. قولي ايه اللي كان في طفولتك سيء وكنت حريص جدا ان هو ما يحصلش مع البنات؟ قسوة أبويا الله يديه الصحة وطولة العمر. قسوته كان قاسي عليا، يعني ما كانش بيسألني انت عملت كده ليه يعني، بس ضرب ابن الجيران يا ابن الكلب ويضربني يعني. القسوة دي لا، أنا الحمد لله ما يعني مارستها وانا صغير مع اخواتي، بس لما اتجوزت وجم بناتي ما كنتش قاسي يعني، ما كنتش يعني كنت بضربهم احيانا، بس ضرب خفيف كده بالشبشب يعني. بس هي القسوة بتاعت والدي يعني لغاية دلوقتي مأثرة فيا. وكمان والدتي كمان كانت قاسية، كمان والدتي ربنا يديها الصحة طول العمر كانت قاسية عليا، لان انا كنت شقي. بس ما بتقول يعني لهمش انا الكلام ده؟ بلاقي لهم العذر دلوقتي، بس وقتها ما كنتش بلاقي عذر يعني. هما بيكرهوني وبيعملوا معايا كده ليه؟ انا مش ابنهم، بيتصرفوا معايا كده ليه يعني؟ فده حاولت ما عايش بناتي فيه الحمد لله. لما كبرت ما فكرتش تروح لهم وتتخلص من العبء اللي جواك ده بانك تتكلم معاهم؟ انتوا كان في قسوة منكم تجاهي وانا طفل، لا وده لسه جوايا الحاجز ده مش موجود بيني وبينهم يعني. انا قريب منهم جدا وباخد بالي منهم وبحبهم ومسامحهم، بس الحاجة بتفضل جوه الواحد يعني مش ممكن اتخلص منها. ازاي عرفت تسامحهم؟ لانه الحالة اللي احنا بنتكلم عليها دي حالة ممكن تبقى متكررة في اي حتة في العالم، انه الاب والام يبقوا فاهمين انه القسوة هي الطريقة اللي هربي بيها ابني او بنتي. يعني ما اعرفش يعني، هو مفروض اسامحهم، مش هم ابويا وامي، هم اللي جابوني للدنيا دي، هم اللي ربوني، هم اللي بيحبوني وعايزين مصلحتي وبيعملوا كل حاجة لمصلحتي. فلما الواحد بيكبر خلاص بيفهم ان هم بيتصرفوا بناء على وعيهم، على ثقافتهم. يعني ابويا مثلا كمان جدي كان قاسي معاه، والدتي امها وابوها كانوا قاسيين معاها كمان. حياة في ظروف صعبة، فقر مدقع، مفيش حاجة يعني، حتى على مستوى الأكل قليل يعني. ده بيخلي الناس شوية بتبقى قاسية على أولادها عشان عايزاها تصمد في الواقع بتاعها. لما الواحد بيكبر بيفهم إن في أسباب، بس ده ما بيخرجش من جوه البني آدم، بيفضل جواه، بيفضل. يا ريت لو عشت حياة تانية يعني، بيتمنى لا يا ريت لو عشت حياة تانية، لو مش يكون عندي ام واب غير دول، لا دول اللي انا بحبهم، يا ريت لو اتصرفوا معايا بطريقة مختلفة وقتها. بس طبعا خلاص يعني الحياة عدت وانا بقيت دلوقتي جد ويعني
بس المرار بيفضل، بس الحب كمان موجود، الاحترام موجود، الرعاية موجودة الحمد لله. ويعني بحاول أخدمهم على قد ما أقدر يعني، وأرد لهم جزء من جميلهم، إنهم استحملوا ولد شقي زي كامل. أعمل إيه؟ طيب دي التلاتينات والأربعينات، الأربعينات مش يعني ده شايف. الشفت اللي حصل في التلاتينات. لا ما حصلش شيفت يعني. حصل شيفت من ناحية مهنية بعد الفيلم، بعد فيلم زياد اللي هو قضية 23. شفت من ناحية مهنية يعني بالشغل. أنا أو بعدت شوية عن المسرح. أنا لغاية دلوقتي بشتغل مسرح، يعني عندي مسرحيات شغالة دلوقتي في فلسطين. بس شغلي في المسرح بقى أقل، وبقى شغلي في السينما أكتر، وفي المسلسلات أكتر. بس على المستوى ده اتغير، بس على المستوى الشخصي ما فيش حاجة اتغيرت الحمد لله. أنا زي ما أنا، قيمي مبادئي متمسك بيها. بحترم المختلف، وبتفهم وجهة نظره وبناقشه، والحمد لله. بس ايه اللي فهمته عن الدنيا من الأربعينات للخمسينات؟ يعني الدنيا هي امتحان في كل حاجة. امتحان في علاقاتك الإنسانية، امتحان في انتمائك، امتحان في كل حاجة، في تربيتك، في كل حاجة امتحان، ويا رب نعديه وننجح فيه إن شاء الله. هل في قناعات اتغيرت جواك مع الوقت مع العمر؟ طبعا طبعا. يعني هي حكاية انك ما تقبليش حد مختلف عنك، ده تغيير خطير وتغيير كبير، ومش سهل على فكرة. مش سهل يعني. احيانا بتبقي بتعضي على الجرح بتاعك علشان انت بتسمعي حد متناقض كليا معك، لازم تسمعيه للاخر وتناقشيه بهدوء. احيانا بتنرفز مثلا، بس في الاخر انا مين عشان افرض رايي على غيري؟ ماليش الحق. انا ممكن اجرب اقنعه، بس بالنهايه كل واحد حر في ارائه، وده حق كل انسان انه يكون حر. انت رجل مسلم ومتزوج من سيدة مسيحية. صحيح. ده خالق حالة عاملة ازاي جوه البيت؟ حالة جميلة، حالة حلوة. عندنا اعياد كتير اكتر. طبعا. عندنا تنوع اكتر. بيت حماية وخوات مراتي وجيزانهم وولادهم، والله يرحمه عمي وحماتي ربنا يهديها طولة العمر. احنا في فلسطين ما عندناش العنصرية دي يعني. اوكي، في اختلافات بسيطة بين المسلمين والمسيحيين، مش بس على مستوى الدين، على مستوى العلاقات الاجتماعية كمان. بس احنا عايشين حياة حلوة ومبسوطين في بعض وبنحترم بعض، و يعني مش شايف اي فرق بيني وبين اي حد من اخواتي متجوز واحدة مسلمة. يعني يمكن لما كانوا البنات صغيرين كان في شوية مشاكل مع المدارس، بس الحمد لله البنات عدوها، وكل واحدة ليها شخصيتها الخاصة فيها، وأنا وريم عايشين حياة حلوة ومبسوطين الحمد لله. وفي بنتخانق زي كل الأزواج يعني وبنتصالح الحمد لله. بس الحالة دي بين أب مسلم وأم مسيحية غيرت ايه في شخصية البنات أو أضافت ايه على شخصيتهم؟ مش عارف، يمكن ادتهم أفق أوسع يعني. الحاجة قضية الاختلاف العقدية خلينا نسميها، بالنسبة لهم مش حاجة نظرية. يعني جدتهم مسيحية وبتصلي، والدهم مسلم وبيصلي، جدتهم التانية مسلمة وملتزمة وبتلبس حجاب، وعماتهم خالاتهم، يعني هم عايشين الفروقات دي، وقادرين يتعاملوا مع دول ومع دول باحترام وبذوق وبأدب وبحب، والحمد لله محبوبين من ناحيتين. وده يعني
ده ادفانتج، يعني حاجة اضافية لشخصيتهم اللي بتميزهم عن بنات جيلهم. ويعني الحمد لله. بتتكلم مع ربنا؟ كل يوم بتكلم معاه، بصلي كل يوم وبستغفر ربي وبدعي على عدوي وبتمنى الخير للناس. بطلب وضعنا يتغير ونتوحد ونبقى قوة زي ما كنا زمان، ويعني نغير الحياة شوية للأحسن. عندك طريقة بتتكلم بيها مع ربنا؟ عندك فورمولا كده بتستخدمها لا، هي الدعاء كده؟ يعني دعاء الأدعية المأثورة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، والحاجات الشخصية يعني يا رب ارزقني، يا رب اغفر لي، يا رب سامحني، يا رب، يعني الحاجات اللي أي حد بيقولها يعني. مم. بتخاف من ايه؟ بخاف من نفسي، ليه؟ لأن النفس أمارة بالسوء والمغريات في الحياة وفي شغلنا كتيرة، طب فبخاف من ده يعني. والحمد لله لغاية دلوقتي أنا حريص وماشي الحيط مم. وبقول يا رب الستر بقى. بتقعد تتكلم مع نفسك يعني؟ بتقعد أتكلم مع نفسي؟ لا يعني أنا نفسك اللي انت خايف منها دي عشان لا، ما بتكلمش نفسي، أنا بتكلم مع الشخصيات اللي أنا بشتغلها أحيانا. أتكلم معاها يعني حاجات كده هبلة زي بتاعت الممثلين بقى. يعني انت ممكن تبص في المراية وتقعد تكلم الشخصية اللي انت هتدخل تلعبها دلوقتي؟ أيوه، تكلمها كلمها بقى. بشخصها. بشخصها. انت عامل كده ليه؟ مم. انت متنرفز ليه يعني؟ وهو بيشرح لي هو متنرفز ليه، لان المشهد اللي هصوره دلوقتي هياخدنا في الحتة دي. مم. اوكي فهمتك، طيب ماشي. حاجات زي دي هبلة يعني. بالعكس دي حاجات عظيمة. مسلية، بتسلى برضو يعني. احنا قاعدين اه نستنى الإضاءة والكاميرات والديكورات والحاجات، فبيبقى عندنا وقت نكلم نفسنا أحيانا. قولي ايه اليوم اللي عمرك ما تنساه في حياتك يعني؟ يوم عمري ما هنساه في حياتي هو يوم الحرب ده، وأنا عيل صغير اللي قلت عليه ده بيطاردني طول الوقت. تشوف نفسك عيل صغير بيجري بجري حافي من غير جزمة، من غير صندل، وقصف يعني. ده يوم مش ممكن انساه. طول الوقت بيفضل يرجع. طيب قولي بتخاف على البنات من ايه؟ بخاف عليهم يعني زي اي اب، من اي حاجة ممكن تجرحهم، تسيء ليهم. بخاف عليهم من نفسهم، من المغريات اللي في الواقع. طب بخاف على مستقبلهم يعني بس أنا مطمن إن أنا سلحتهم بقدرة على اتخاذ القرارات وقدرة على مواجهة صعوبات الواقع. لما بيبقى في فرصة انكم تقعدوا مع بعض بتبقى حريص ان انت تقول لهم ايه؟ والله هم اللي بيقولوا لي دايما ببقى حريص ان انا اقول لهم الله يرضى عليكم، الله يسعدكم، الله يهديكم، الله يخلي لياكم، يعني حاجات حلوة يعني زي دي. بتعرف تقول لهم ان انا بحبكم؟ طبعا، وبحضنهم وببوسهم يعني عندنا حاجات كتير من دي. وهم كمان انت عارفة البنات طبعا. ألطف من الولاد يعني. الحمد لله ربنا ما رزقنيش ولاد، فكلهم حنية يعني. ده حقيقي. الحضن الدافي والدلال وبتدلع عليهم كمان يعني. طبعا ربنا يحفظهم. بعوض شوية
هو احنا لما بنكبر في العمر ده بيطمنا اكتر ولا بيخوفنا اكتر؟ والله احيانا بيطمنا واحيانا بيخوفنا، بيعتمد على الاحداث اليوميه، بيحصل ايه دلوقتي. فبناء عليه احيانا بطمن واحيانا بخاف اكتر. يعني بخاف من المستقبل، بخاف على الاجيال اللي جايه في انهي عالم هتعيش. بخاف لما بكون داخل مشروع جديد وانا شايفه بطريقه معينه، بخاف ان لما يخلص يبقى ما يبقاش زي ما انا تصورت. بخاف من كل فيلم لسه في البوست برودكشن لغايه ما يطلع. يعني لو عندك فرصة انك ترجع بالزمن، قولي ايه اليوم اللي انت عايز ترجع له وتغير فيه ايه؟ ارجع له واغير فيه. هو نفس اليوم، وبدال ما الصهاينة يحتلوا بقية فلسطين، يبقى الدول العربية تحرر بقية فلسطين. هيكون العالم مختلف، كل العالم، مش بس فلسطين، العالم كله هيكون مختلف لو ده حصل. ان شاء الله يوم ما هيحصل. نورتني. الله يخليك. الحوار معاك كان ممتع والوقت عدى بسرعة جدا جدا. شكرا جدا. ونورت مصر يعني، واهلا بيك طول الوقت يعني. ميرسي. انت مش ضيف، انت صاحب مكان طبعا يعني، بس دايما منورنا. ربنا يحفظ المكان ويحفظ صحابه ان شاء الله. اللهم امين. ميرسي جدا، وميرسي جدا لوجودك معانا في 40 بلس. ميرسي جدا، نورتني.